ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. خلاص العيد باقي عليه ايام، محتاجين نهتم ببشرتنا. طبعا مش محتاجين عيد او اي مناسبه عشان نهتم ببشرتنا، لا، على طول ايام السنه لازم نهتم ببشرتنا. ماسكات حلوه، ترطيب، تونر، اهتمام دايما دايما عشان ما تعجزيش بدري ويطلع لك تجاعيد. كمان لو عندك بقع سمراء، الماسك بتاع احنا هنعمل كريم وماسك، والاتنين من الرز والاتنين متوفرين في البيت. اوعي الصيف يدخل عليكي بدون الماسكات الجميله دي. طبعا انا حطاه على ايدي كده، ده الماسك، والكريم هنا حطيته. شايفين الشده اللي في ايدي؟ حاجه كده تحفه ورهيبه بجد. لازم تعملي الماسكات دي قبل دخول الصيف. احنا خلاص دخلنا في الصيف، قومي جري حضريها، حطها عندك في التلاجة. طبعا صلاحيه الماسك دي اسبوع زي ما هقول لكم في اخر الفيديو. هقول لكم كمان طريقه استعماله، تقدري تستعمليه كده وتقدري تضيفي عليه اضافات عشان نزود فعاليته برضو. اسمعوا الفيديو للاخر هتلاقوا كل المعلومات دي. بمعلقتين رز هتعملي كريم رائع. عملته لكم بطريقتين، اعملي انت الطريقه اللي تريحك والاسهل ليكي والاوفر ليكي في الوقت والمجهود. شفتوا بياض الماسك ده؟ انت هتكوني ببياضه بس تستمري عليه. داخلين على العيد، يا دوب تلحقي تهتمي بنفسك وببشرتك. يلا نبدأ على طول ونشوف عملنا الكريم الليلي والماسك اللي هتحطيه بالنهار ازاي. طبقي واعملي، والنتيجة انا المسؤولة. يعني انا دايما بستعمل الحاجات دي. طبعا الرز عامل ضجة رهيبة في عالم التجميل، ماسكات بقى وكريمات وتونر وحاجات كده رهيبة. معظم المنتجات مستحضرات التجميل الغالية بيبقى داخل فيها الرز زي ما قلت لكم عامل ضجة الفترة الأخيرة في التفتيح والنضارة والشد والبقع. آثار الحبوب بيخلصك منها. لو عندك تجاعيد لو استمريت عليه مرة في مرة بتختفي التجاعيد الرفيعة. المهم تستعملي الماسك ولازم ترطبي بعده. يلا نبدأ ونشوف عملنا الكريم والماسك ده ازاي مع بعض، وان شاء الله يعجبكم. يلا نشوف عملناه ازاي. مكونات الماسك بتاعنا الرهيبة: معانا رز، طبعا الرز موجود في كل بيت، الرز المصري العادي بتاعنا كده. هناخد منه معلقتين بس لكل ماسك. احنا هنعمل ماسكين، ماسك الرز بطريقتين مختلفين. الطريقة اللي تريحك اعمليها، والطريقة الاوفر ليكي في الوقت والمجهود، لكن الاتنين هينوروا بشرتك وهيخلوها تحفة كأنك عاملة ابرة نضارة. الرز بتاعنا العادي كده زي ما قلت لكم هنعمله بطريقتين. هناخد 4 معالق للنوعين الماسك، يعني انت هتعملي معلقتين. طبعا لو في حاجة كده هتشيليها في الرز. ادي معلقة، 2، 3، 4. خدتهم هنا في الطبق عشان لازم اديهم شطفة الاول كده تحت الحنفية سريعة. انا مش عايزة اتخلص من النشا اللي فيهم، لا، شطفة بس سريعة كده ونرجع نكمل مع بعض. خلاص كده رحت تحت الحنفيه وشطفته. انا ما فركتوش عشان زي ما قلت لكم مش عايزه اتخلص من النشا اللي فيه. وطبعا انا واخده الكميه القليله دي هعمل بيها الماسكين، لان دي ماسكات طبيعيه ما ينفعش اعمل منها كميه كبيره. انا هعمل اللي هيكفيني اسبوع او 10 ايام بالكتير. دي صلاحيتها في التلاجة. هقسم بقى الكميه على جزئين. ادي معلقه، 2، دول كده هنقعهم بميه كده، واحط الكمية التانية كده في حاجة استانلس ارفعها على النار. اقدر ارفعها على النار. حطيت حطيت باقي الرز بتاعي هنا كده. هنزل عليه بالمية كده زيادة. لازم انا عايزاه يستوي، يعني يكون كده زي ما بنقول معجن. يعني حطيت كمية مية كتيرة عن الرز. هاخد ده بقى كده ارفعه على النار لحد ما يستوي تماما ويشرب المية دي. وده هسيبه منقوع شوية، لازم اسيبه منقوع كده نص ساعة لساعة، لان هضربه في الخلاط فعايزاه يتكسر عشان اخد كل الفوائد اللي فيه. هنقع ده بقى كده واسيبه على جنبه، وتعالوا نروح على النار نسوي الرز ده. ولعت كده النار بتاعتي وهسيبه بقى يستوي، طبعا بدون اي اضافات ولا ملح ولا اي حاجه، احنا مش هناكله. هسيبه بقى على نار، اول ما يغلي ههدي عليه. ولازم تخلي بالك هنا وتنتبهي لان ممكن يفور. هسيبه يستوي بقى كده، وبعد ما يستوي نرجع نشوف هنكمل الماسك ده ازاي. كده خلاص بدأ الماسك بتاعي يغلي بالشكل ده. خليكم فاكرين ان انا قلت لكم انه غدار وبيفور. انا كان هيغدر بيا ويفور على البوتاجاز بس لحقته. اول ما ابتدى يغلي معايا على السريع كده وطيت النار على الهادي، وهسيبه بقى لحد ما يستوي. ومن وقت للتاني قلبيه عشان الرز ما يلزقش منك تحت.
شايفين كل ده نشا مش هتخلص منه، ده النشا بتاع الرز. هسيبه بقى على نار هاديه لحد ما يستوي تماما تماما، وقلبيه زي ما قلتلك من وقت للتاني. تعالوا كده نشوف الماسك بتاعنا. شايفين الرزايه استوت وكبر حجمها كده، ونزل كل النشا اللي فيه. انا عايزاه بالطريقه دي كده. شايفين كده؟ خلاص هطفي عليه واسيبه بس يهدى شويه، ونرجع نشوف هنكمله ازاي مع بعض. تعالوا بقى نشوف الماسك بتاعنا بعد ما سبته هدى شويه. طبعا ما بردش تماما، ده قوام الرز اللي انا عايزاه. قلت لكم زي ما يكون رز معجن كده. هاخده بقى احطه في حاجه اقدر اضربه بالهاند بلندر. انزلي بيه في الخلاط لو ما عندكيش هاند بلندر عشان ننعموه جدا. نزلت كده بالكميه بتاعتي بالشكل ده. طبعا القوام كده تقيل، هنزل عليه بشويه ميه كده وبالهاند بلندر، وهضربه جدا جدا لحد ما اخليه ماسك ناعم ما فيهوش اي تكتلات. هنشيل دي بقى كده، والهاند بلندر بتاعنا او الخلاط، واضربي بقى. تعالوا بقى نشوف القوام بتاعنا بعد ما ضربناه. بقى ناعم جدا. طبعا الماسك بتاعي لسه سخن. شايفين قوامه دلوقتي خفيف؟ يعني لو هو خفيف بعد ما برد بالشكل ده فهيغلبك شويه وهتسقطي على هدومك وتبهدلي الدنيا. هو لسه سخن دلوقتي، فلما يبرد هيتقل وقوامه هيبقى تقيل عن كده. هجيب العلبه بتاعتي، اي علبه كريم فاضيه عندك تكون مغسوله ومتعقمه كويس. هوريلكوا برضو قوامه بعد ما يبرد. كده كده احنا هنشتغل في التاني اللي منقوع ده، يكون ده هدا تماما. عبيت العلبه بتاعتي ده كده. طبعا مش هغطيها وهي سخنه كده، عايزه. وحطيت الباقي هنا في طبق واسع كده عشان اوريكم قوامه لما يبرد. شايفين دلوقتي قوامه؟ هركنه بقى كده على جنب يبرد، وتعالوا نشتغل في الماسك التاني على ما ده يبرد ونشوف هنستعمله ازاي. هقول لكم طريقه استعماله وتقدري تحطي عليه ايه وتقدري تستعمليه كده ازاي، بس يبرد شويه. الماسك بتاعي ده التاني اللي انا بس خدت الرز ونقعته في ميه. شايفين حبايه الرز ابيضت وكبرت ازاي كده؟ سهل عليا ان انا اضربها. دي مش هضربها بالهاند بلندر لان انا عايزاها ناعمه جدا جدا، فهاخدها كده بالميه بتاعتها اللي نزلت فيها الحاجات الحلوه دي. عايزه اقولك الميه دي ممكن تاخديها في بخاخه. شايفين لون الميه نزل فيها فوائد الرز الحلوه؟ تاخديها في بخاخه وترشي منها على بشرتك كده. تونر رهيب فظيع في التفتيح. كمان ممكن ترشي منها على شعرك، يعني شعرك وبشرتك وايدك. تونر الرز ده حكايه. تعالوا بقى على الخلاط كده ونضرب كل ده كده مع بعضه كده. خلاص ضربت الماسك بتاعي. وليه قلت لكم ننقعه؟ عشان كل ما يتنقع حبايه الرز بسهل ان هي تدوب وتنضرب تنعم جدا جدا. هاخده بقى كده في نفس الحاجه اللي هرفعها على النار. في اضافات ولا نشا ولا حاجه، هو النشا بتاع الرز. تعالوا بقى كده نرفعه على النار. ولعت كده تحته ايدي فيه بقى، ما بياخدش وقت وهتلاقي قوامه جامد معاكي، بس لازم تقليب مستمر. شايفين؟ حرفيا ما بيكملش ثواني وبتلاقي قوامه كده بدأ يمسك. لازم ايدي فيه كده عشان ما يكلكعش كده. اهدي النار بقى عليه، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. كده خلاص بعد ما نزلته من على النار اديته ضربة كده عشان القوام يبقى معايا بالشكل ده. وبقى جاهز معايا الماسك ده كمان للاستعمال. الماسك ده كمان بقى جاهز في اي علبة برضو متعقمة عندك. لازم تكون متعقمة وممسوحة كويس بمنديل كمان نضيف قبل ما تحط فيها، لان دي حاجات هتتحط على البشرة. هننزل بقى كده بالكمية بتاعتنا. في علب جاهزة بتتباع للماسكات الطبيعية، تقدري برضو لو ما عندكيش علب فاضية تقدري تشتري بيبقى طقم كده مع بعضه. البرطمان الكبير الحلو ده والكمية دي كمان، ده بقى تقدري تستعمليه ككريم ليلي. هتحطيه طبعا بيدخل ده بيقعد في التلاجة، ما بتسيبوش برا التلاجة. بتحطيه على بشرتك وبتفركيه بتتشربه تماما 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 شوية، ومش هتلاقي اي حتى اي ملمس يضايقك. تخيلي بقى حطيتي الجمال ده كده ونمتي بيه للصبح
وقمت بقى شطفت بشرتك الصبح وشفتي النضاره والبياض والشد اللي فيها، شايفين كأنك ما انتش حاطه حاجه. خلاص كده نامي بيه بقى، والصبح اغسلي بشرتك واتفرجي على جمالها. طبعا من اول استخدام هتحسي بفرق رهيب. تخيلي بقى لو استمريتي عليه، خطير. اما التاني ده بقى هتستعمليه اللي احنا عملناه الاول. طبعا القوام بدأ يتقل، تقدري بقى توزعيه على بشرتك. ده بقى هتستعمليه كماسك، يعني هتحطي منه طبقة كده وتسيبيها ماسك تلت ساعة لحد ما تنشف تماما. هتحسي بشدة في بشرتك. تحطي طبقة سميكة كده على بشرتك، بس طبعا ما بنجيبهوش حوالين العين. مش اي ماسكات بنحطها طبعا في المنطقة دي، لان منطقة تحت العين بتبقى منطقة ضعيفة، ليها ماسكات معينة. وبتسيبي الطبقة دي كده لحد ما تنشف وتشطفيها وتحطي التونر بتاعك وترطبي. ويا نهار ابيض لو داومتي عليها بقى. داخلين على عيد، دخلنا الصيف، لازم تعملي الماسكات دي وتشيليها عندك في التلاجة. ما عندكيش وقت بقى، جايبالك الكريم وماسك هتحضريه المرة واحدة، ما تقوليش ما عنديش وقت. هتقفي كده 10 دقايق، هتنقعي الرز ده وتسيبيه ساعة على ما تعملي الطبخة بتاعتك او حاجة، لو انت جاية من شغلك او جاية من جامعتك. وهتضربيه في الخلاط وارفعيه جنبك على النار، بقولك ثواني، ما بياخدش 30 ثانية وبتلاقيه خلاص بقى بالشكل ده. عايزة تعملي التاني اسهلك برضو براحتك، الاتنين هيدوكي نتيجة رهيبة. جربيهم ومش هتندمي. موجود عندنا في كل البيوت، سهل جدا وبسيط وموفر. والرز ماسكات الرز وكريمات الرز وتونر الرز وكريم الرز عاملة ضجة رهيبة. عايزة تفتيح، نضارة، شد، بقع، حبوب سايبة اثر، بقع داكنة، اماكن غامقة. طبعا انا عاملة كمية كبيرة، انا قلت للصلاحية اسبوع بس في التلاجة. طب دي اسبوع هتكفيني لان دي انتوا شايفينها كتيرة. لا انا بستعمل منها على الركب، على الاكواع، على البيكيني، على الاندر ارم، اي منطقة غامقة عندك عايزة تفتحيها. طيب الماسك ده ممكن او الكريم ده ممكن تستعمليه كده، وممكن بقى تاخدي معلقة كده سواء من ده او ده. يعني انا دلوقتي هتكلم على الاستعمال في الاتنين. عايزة بقى تزودي النتيجة، تحطي معلقة بن، عندك بن يبقى يا جماله، تاخدي فايدة رهيبة، تفتيح اكتر. طبعا لو عايزة تستعمليه كده هو رهيب. عايزة تضيفي له معلقة بن، تمام. معلقة حليب، رائع. عندك اي زيت بقى، زيت لوز حلو، حلو قوي في التفتيح. زيت جوجوبا، زيت بذور العنب، زيت شجرة الشاي لو انت بشرة دهنية، زيت زيتون ممكن لو انت بشرة جافة. يعني الماسك معاكي ده كده الاساس، تستعمليه كده شغال. عندك اي اضافات بقى ممكن تحط له كمان شوية كركم وانت بتستعمليه، ربع معلقة صغيرة كده يبقى خطير. شاي اخضر، ممكن تفتحي فتلة شاي اخضر وتحطيها على الرز ده وتسيبيها شوية كده وتوزعيها على بشرتك، يبقى زودنا الفعالية. خطير. العبي انت بقى في الماسك براحتك وحطي الاضافة اللي انت عايزاها. خطير، جربوه مش هتندموا. اوعوا تدخلوا زي ما قلت لكم في اول الفيديو الصيف بدون الماسكات دي. شايفين البياض بتاع الماسك ده؟ انت هتبقي بيضة زي كده لو استمريتي. يعني الماسكات بياض تحفة، انت هتطلعي بالشكل ده بس استمر عليه. كده اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. دي كمان ماسكات العيد خلاص باقي عليه ايام. الحقي دلوقتي اعملي كميه تكفيكي اسبوع وشيلها في التلاجة وطبقيه على بشرتك. لو طولتي تحطيه كل يوم عادي، هي ماسكات طبيعيه ما بتهلكش البشره. انا عن نفسي بستعملها كل يوم. عندك اماكن غامقه في جسمك، قبل الشاور بربع ساعه وزعي على الاماكن دي، وادخلي بقى خدي الشاور بتاعك ورطبي جسمك، واتفرجي بقى على التفتيح والنضاره والشد وكل حاجه حلوه. اللي احنا بندور عليه في بشرتنا النضاره والشد، هتلاقيهم مع ماسكات الرز. كده اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك عليه، كمان ما تنسوش تشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. كمان ما تنسوش تروحوا على اول تعليق، هتلاقوني سايبه كل لينكاتي. اتفاعلوا يا بنات على الفيديو، اسمعيه مره واتنين، ابعتيه لصاحبتك، ابعتيه لاختك، ابعتيه لكل حبايبك. خلاص احنا داخلين على العيد، يلا قومي فتحي بشرتك. مش لازم تروحي العيادات وتدفعي مبالغ كبيرة عشان تنوري بشرتك، لا نوريها من البيت من الماسكات دي. كده خلصت الفيديو وسلام.